شوفي ست سمر، أنا وياكي مش شيعة ولا بحزب الله ولا مع الولي الفقيه ولا إلنا علاقة لا بإيران ولا بغيرها، بس لا شك أنه الواحد حين ينظر جنوبا يشعر بالاعتزاز بأهل الجنوب عمليا اللي هن تاريخيا من أيام اليسار حتى اليوم وهم في حالة مقاومة دائمة. يعني أنا وهون بحب ذكر أصحاب هيدي الذاكرة القصيرة، إسرائيل بدأت بالاعتداء على لبنان قبل الوجود الفلسطيني في لبنان. يعني إسرائيل من الأربعينات بدأت بالاعتداء على لبنان وهجرت قرى، حتى في ناس بيقولوا لك لأنه إجا الفلسطيني، لا قبل هي قبل. واللي ما عنده معلومات يرجع يراجع التاريخ. كم عملية حصلت، كم هجوم، كم عدوان صار على الجنوب، وهيدا الجنوب دائما ولاد ناس بيقاوموا الاحتلال. لما اجى اليسار، اذا بدك المخزن الاساسي لليسار كان من الجنوب. لما اجت المنظمات الفلسطينيه كان المخزن الاساسي للمنظمات الفلسطينيه. لما اجى الامام موسى الصدر المخزن الاساسي كان الجنوب. عمليا اهل الجنوب، وهذا حقهم الطبيعي، بيوتهم كانت تدمر، في عندهم قرى كامله ما كانوا يستطيعوا الدخول اليها، حقهم انه يقولوا بلحظه معينه انه نحن هيدي ارضنا وبدنا ندافع عنها، ودائما بيدافعوا عنها بكثير كرامه، وبنعرف المعتقلات اللي كانت وشو كان صار فيهم. ولما اجى جيش لحد كان بالجنوب، ما كان بمنطقه ثانيه في لبنان من اجل اقامه منطقه عازله مثل ما بنعرف. فبمعزل عن حزب الله، إذا أنت معه ولا أنت ضده، حق الناس تقول أنا ما بدي خي حزب الله ولا بدي يحكمني ولا بدي يكونوا كذا، بس نحن عم نحكي عن مناطق ولادة للمقاومين تاريخيا حتى اليوم. طيب، صارت الحرب بغزة، صار في مثل ما حكينا بالبداية شعور عام عربي إنه هاي فلسطين، بغض النظر شو التوصيف اللي كان عم بيصير للي حصل، إنه هاي فلسطين انتفضت وفلسطين قادرة على القبض على لواءين من شو اسمه. ما كان فيكي بهاي اللحظة تقولي والله هي إيران اللي عاملة هاي العمليات بفلسطين، لا، في ناس مثل ما حكينا في مظلومية تاريخية انتفضوا بلحظة معينة وعملوا العملية. طيب، ومثل ما حكينا كمان بالأول، وأنا بحب أوضح أنه بعد التحقيقات الكبرى اللي لازم تصير بنفهم شو اللي صار ب7 تشرين غير القبض على اللواءين اللي كانوا تاريخيا يجزروا بغزة، لأنه لازم نفهم قصة هل صار في فعليا ذبح للأطفال بالمنطقة الإسرائيلية ولا لا. هيدي بحاجة لتحقيق جدي لنعرف الدعاية اللي صارت. برأيك لو كانت صايرة كان سكت وكان ما نشرت الصور بالدنيا كلها، بعدين حتى البيت الأبيض والسي ان ان اعتذروا على تاني شيء لازم نعرف مين قام بهالعمل. طيب، هلا بيجي بالجنوب امام هاي الحركة العربية الكبرى، صار في شعور عربي عام انه لازم حدا يساند فلسطين. كيف بدنا نساندها؟ يعني انت لما كنت تحكي مع الجزائري بيقول لك الجزائري، وانا سمعتها منهم، خويا لو انا عند الحدود كنت دخلت لفلسطين. في شعور عربي كان بهالاتجاه. الرأي العام العربي كان ينتظر، خلينا نقول المع والضد، كان ينتظر انه لا، الحزب كما قال هو الذي رفع شعارات كبرى، وحدة الساحات، وأنه نحن نستطيع أن ندمر إسرائيل وكذا. كان ينتظر الرأي العام العربي أنه الحزب سيفتح أيضا الحدود ويدخل إلى الداخل. هون بدأنا بالحسابات، يعني عمليا شو هي الحدود التي يستطيع حزب الله الدخول إليها؟ 1، عسكريا الآن في هذه المعركة ما هي جدوى الدخول أو عدم الدخول؟ 2، 3، هل يعني صح اني بيقول لك انه انا الارض والاساس الارض والمقاومه وكذا، كم صار رايح شهيد بالجنوب؟ 70 تقريبا، يمكن 70 شهيد. عمليا في مجموعه من الشباب استشهدوا عند الحدود. اذا المعركه جديه، وفي جزء من الحرب حتى لو كانت مضبوطه في حرب استنزاف جديه. طيب، هلا بنجي للسؤال الابرز واللي هو انطرح بعد خطابين للسيد حسن نصر الله، انه ليش ما عم بتعلي السقف وبتقول انا بدخل بالحرب الكبرى؟ هون بدك ترجعي للأسئلة الجوهرية، انه اولا هل نستطيع ان نفتح نحن في لبنان حربا الان لحالنا؟ 1، لوحدنا. 2، اذا فتحتي حرب الان هل تتحملين المسؤولية هذه الحرب؟ 3، كيف سينظر اليك لو انت فتحتي الحرب غربيا وعربيا؟
عمليا انه انت اللي معتديه، حتى لو كنت عم بتقولي عم ترفع شعار انا اناصر غزه. 4، هل الفصائل المقاومه في الداخل الفلسطيني بحاجه الان لفتح هذه الجبهه ولا لا؟ 5، وهذا السؤال الابرز، ماذا يحصل خلف الجبهات في عمليه التفاوض؟ اذا كنا عم نقول قبل بشوي انه الايراني جزء من المفاوضات الحاصله، عم بيصير في حكي مع دول الخليج، عم بيصير في حكي مع دول أوروبية، وعم بيصير في حكي مباشر أو غير مباشر مع الأمريكي. لما الإيراني يعلن أنه نحن بلغونا الأمريكان وردينا على الأمريكان، إذن في وساطات عم بتصير. طيب هلأ بمنطق الحزب أنه أنا بالعقل أنا عم برفع كل يوم حدود الاشتباك مع الإسرائيلي وأنا أشغل الإسرائيلي، وشفنا أنه السيد نصر الله ماذا قال، وأنا برأيي هيدا رجعوا حكيوا الإسرائيليين انه هو قال نصف القوات يمكن الجويه هي مخصصه للجنوب. امبارح الاسرائيلي بيقول لك 90% نحن من قواتنا الجويه صرنا عم نخصصها للجبهه الشماليه عمليا. طب هو استطاع ان يشاغل جزء من الجيش، جيش العدو عند الجنوب. تلت ايه لا امبارح لا عم بقول القوات الجويه كجيش، مش عم بحكي عن القوات الجويه. ايه طبعا انت عم تحكي الان الجيش الاسرائيلي عم تحكي 600,000 بين قوات نظاميه وجيش احتياط. اذا هو يشاغل العدو عند الحدود. بعدنا ما خرجنا نحن باليوم ال37 من حدود الاشتباك، حتى لو كنا عم نتخطاها مرة بعد مرة. طب ليه مش عم يخرج من حدود الاشتباك؟ هون عربيا إذا عم تحكي بمنطق الرأي العام العربي بيقول لك والله هو مش قادر وهو مربك ومش عم بيناصر الفلسطينية وهو الذي شنف أذاننا بفتح الساحات ووحدة الساحات ولا. طيب وفي محل تاني هو عم بيقول لا أنا عم خوض حرب، أنا عارف لوين بدها تأدي وهي مفتوحة على كل الاحتمالات. هون بنجي للداخل اللبناني حيال ما حصل الانقسام هو نفسه، ولكن بدأنا نسمع أصوات مختلفة. يعني أنا وقت بسمع حدا بدي يروح للإكستريم مثلا مثل السيدة يمنى بشير الجميل، بنت بشير الجميل، لما بتقول نحن إذا إسرائيل اعتدت نحن رح نكون مقاومين لإلها، هذا موقف مختلف تماما عن اللي كنا بنسمعه. بتشوفي الشعور العام اللبناني إنه إسرائيل إذا اعتدت علينا، وأنا بقول لك شعور نسبة كبيرة من اللبناني إذا اعتدت علينا نحن رح نصدها، بس نحن ما بدنا حزب الله يدخلنا بالحرب. هيدا كمان جزء كبير من اللبنانيين يقولونه. إذا الحزب بين الخيارين، بين خيار إنه خليني أنا أنتظر لشوف إلى أين ستؤول حرب غزة وإلى أي درجة أوسع الحرب وإلى أي درجة يمكن أن تصل المفاوضات إلى وقف الحرب. لأنه لو وقفت المفاوضات الآن معناتها الفلسطينية رغم كل الدم البريء اللي ذرف عمليا ضربوا إسرائيل ضربة موجعة جدا، وعمليا كسروا إذا بدك الرغبة الإسرائيلية بتحقيق أهداف.